مساء الخير يا أصدقاء. المغرب يراهن في أولمبياد باريس 2024 على مجموعة من الرياضيين البارزين في مختلف الألعاب الرياضية. هناك تركيز خاص على ألعاب القوى والملاكمة والجيدو وكرة القدم لفئة الشباب، حيث حقق المغرب تقليديا نجاحات كبيرة في هذه الرياضات. بالإضافة إلى ذلك هناك آمال كبيرة على الرياضيين الشباب الذين يشاركون في الألعاب الأولمبية لأول مرة ويملكون إمكانيات واعدة لتحقيق ميداليات. من بين الرياضيين الذين يراهن عليهم المغرب في أولمبياد باريس 2024 سفيان البقالي بطل العالم في سباق 3000 متر موانع والحاصل على ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020. أشرف محبوب في رياضة التايكوندو الذي قدم أداء مميزا في بطولة العالم والألعاب الأولمبية. محمد ربيعي في الملاكمة الحاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو 2016. نعيمة بقال في رياضة الجيدو والتي حققت نتائج ممتازة في البطولات العالمية. المنتخب الوطني لكرة القدم فئة الشباب الذي يظهر تطورا ملحوظا ويملك فرصة لتحقيق نتائج إيجابية، خاصة بعد تحقيقه كأس إفريقيا في المغرب لسنة 2023. هذه بعض الأمثلة على الرياضيين الذين يعتمد عليهم لتحقيق نتائج جيدة ورفع العلم المغربي في أولمبياد باريس 2024. وإلى اللقاء، مع السلامة يا أصدقاء.